اللقاء الذي نعنيه وهو المعني في هذه الخطبة لقاء الله، لقاء الله في الجنة، لقاء الله في الحشر يوم أن يلقاك الله وتلقى الله. قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه كما جاء في موارد الظمآن وأصل الحديث في صحيح مسلم، قال: حينما يدخل أهل الجنة الجنة فيجلسون فإذا بمناد ينادي: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. فيتساءلون فيما بينهم: وما هو؟ ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يفعل لنا كذا وكذا؟ فبينما هم كذلك قال إذ نادى المنادي: يا أهل الجنة، إن لكم موعدا عند الله يريد أن ينجزكموه. وقد نصبت لهم النجائب، والنجائب وسائل مواصلات للانتقال إلى الوادي الأفيح، والوادي الأفيح مكان أعده الله للقية عباده الصالحين، كما أن السياسيين وكما أن الحركيين وكما أن الجموع والقبائل أنهم يجعلون مكانا لحشد الناس، ولله المثل الأعلى. فالله اتخذ لمكانه والاجتماع بالمسلمين الصالحين المؤمنين بأنهم سوف يلقونه سبحانه وتعالى جعل لهم واديا أفيح، والوادي الأفيح أفيح متسع لا بداية له ولا نهاية له باتساع الله جل جلاله، فيأمر الله جل جلاله بكرسيه فينصب هنالك، وكرسي الله وسع السماوات والأرض. ثم يأمر الله جل جلاله بكراسي لهؤلاء الأضياف، لهؤلاء الجموع المحشودة الذين أقروا لقاء الله وآمنوا بلقاء الله جل جلاله، فإذا به سبحانه وتعالى يأمر لهؤلاء بكراسي من لؤلؤ وكراسي من ذهب وكراسي من فضة وكراسي من زبرجد. قال: ويجلس أدناهم على كثبان المسك. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وليس فيهم دني وليس فيهم أدنى، إنما هذا من باب المراتب على حسب أعمال الناس. فالذي يقوم الليل ليس كالذي نام الليل كله، الذي ينفق بالليل والنهار ليس كالذي يده جافة لا مال ولا عطاء ولا بذل، الذي يصل أرحامه ليس كالذي يقطع أرحامه. هكذا تكون الكراسي على حسب المستويات التعبدية في الدنيا. فبينما هم كذلك إذ أخذوا أماكنهم، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يوعدني وإياكم بأولئك النفر، وأن يجمعني بهم، وأن يجمعنا جميعا في جنة عرضها السماوات والأرض. فبينما هم كذلك قال: فإذا بنور سطعت وأشرقت له الجنة. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة